السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا مشاهدينا الأعزاء. اكتملت منتخبات التي ستلعب نهائيات كأس أفريقيا الكوت ديفوار 2023 وكأس آسيا قطر 2023. تأهل كل من منتخب نيجيريا ومنتخب الكوت ديفوار إلى نهائي كأس أفريقيا، بينما تأهلت الأردن وقطر إلى نهائي كأس آسيا قطر 2023. مباراتان هامتان نهاية هذا الأسبوع. قبل معرفة جميع تفاصيل هذه المباراتين، لا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسى الإعجاب بالفيديو ليصل إلى كل عشاق كرة القدم، سواء المتابعة لكأس أفريقيا أو كأس آسيا. إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، أدعوك للاشتراك ليصلك كل جديد. سنتابع إن شاء الله يوم السبت 10/2/2024 مباراة هامة بين قطبي الكرة العربية. منتخب الأردن الذي تأهل لأول مرة إلى هذا الدور بعدما تغلب على منتخب كوريا الجنوبية ب2-0. الطرف الثاني في النهائي منتخب قطر الذي تغلب هو بدوره على منتخب إيران ب3 أهداف لهدفين. المباراة ستكون هامة وقوية بين منتخبين عربيين. هذه المباراة ستنطلق في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 5 مساء بتوقيت ليبيا والسودان ومصر، 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق والأردن والكويت. ومن المرتقب بث هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس. أما المباراة الثانية فمباراة نهائي كأس أفريقيا، والتي ستقام إن شاء الله يوم الأحد 11/2/2024. المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 10 مساء بتوقيت ليبيا والسودان ومصر، 11 مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق والأردن والكويت، 12 صباحا بتوقيت الإمارات. ما هو توقعكم لنتيجة هاتين المباراتين؟